يمكن قلت المعلومه دي كتير ولكن هقولها تاني، وهي ان العربيه هنا في امريكا مش رفاهيه، وبالذات في ولايه تكساس. فالنهارده اقول لك بامر الله لو جيت هنا تشتري عربيه منين، وفي اماكن كتيره تقدر تشتري منها عربيات وطرق كتيره تقدر تشتري منها عربيات. فقدامي يا بيه يلا. اول مكان ارشحك تجيب منه عربيه وهو الفيسبوك ماركت. في صقر طاير فوق، مش صقر باين، انا لسه مش عارف. اول مكان وهو الفيسبوك ماركت بليس او المتجر اللي عند كل واحد فينا في الفيسبوك. ولكن استنى لان الموضوع ده فيه مميزات كتير وفيه عيوب اكتر. بس تعالى الاول نتعرف على الاب ذات نفسه واوريك ازاي تعامل عليه وكده وناخد جوله فيه. طيب اول حاجه بتفتح الفيس زي ما انتم شايفين طبعا، وتحت الماركت بليس او مكتوب تحت المتجر بتدوس عليه، وزي ما انتم شايفين انا كنت باحث على عربيات قبل كده، فهندوس مثلا وليكن انت مثلا عايز تشتري هوندا، عربيه مثلا هوندا اوديسي اهي اللي انا دورت عليها قبل كده، اللي هي الفان شبه دي. تبدا انك تشوف بقى العربيه بتظهر قدامك وانت تختار العربيه اللي على كيفك. وليكن مثلا دي 2006 هوندا اوديسي ماشيه 152 وفي مكان اسمه ايرفينج بعيد عننا مثلا 20 دقيقه. فتمام انا كده ايه، الموضوع بيبقى عامل زي الخريطه، لازم كل حاجه تلائمك، المكان، نوع العربيه، تمام، سعرها 4500. تقرا الكلام ده بيقول لك 1 اورر، مالك واحد بس العربيه، 2006 ماشيه 152، كلين تايتل، كلين كل حاجه، مش عامله حوادث، الدنيا زي الفل. فبتخش تشوف المكان تمام عجباني، بتروح باعت له تحت اهو سند في الزرار الازرق ده، بتبعت له رساله. مثال تاني مثلا بتخش بقى تشوف كل العربيات، 2013 هوندا اوديسي ب $6000، هوندا اوديسي واحده ثانيه ماشيه في كراولي ماشيه 191000. انت وليكن بتعجبك العربيه، وليكن انا مثلا عجبتني الهوندا دي، اول حاجه بخش ابص على شكلها، تمام، لونها عجبني، منظرها الخارجي عجبني، مصورها لي من جوه وبره والدنيا زي الفل. اشوف السعر تمام، ابدا اخش هنا. وفي نقطه مهمه كده اخش اشوفها، وهي الراجل ذات نفسه. هل الراجل ده ديلر شيب، يعني الراجل مثلا عنده ستور وبيعرض، ولا مثلا هو بتاعه بيت؟ يعني الراجل ده مسلم اهو، شكله محمد ناشر واسمه خيبر سافي وشكله تاجر، اللي زي ما انتم شايفين عنده كميه عربيات بايعها قبل كده، كل العربيات دي منه هو. فواحد زي ده مثلا انا ببعد عنه عشان خاطر ايه، مثلا شكله تاجر وفاهم في العربيات قوي، فاللي هو ايه ساعات بيبقى فيه خوازيق. ولكن مثلا على فيسبوك ماركت بليس بحاول ادور اكتر على بيت، على واحد مثلا زي عمر بيبيع عربيته على فيسبوك ماركت بليس وعايز يخلص منها. استخدام ده بيقولوا استخدام طبيعي، واستخدام البيت بيبقى احن من انك تجيبها من ديلر شيب والكلام ده كله. وبس تعال ناخد مثلا مثال عربيه ثانيه، تويوتا كامري مثلا. لا مش هايبر، عايزينها تويوتا كامري عادي. تمام، تخش بقى تشوف 2007 عندك، 2014 فوق اهي عندك، 2009 عندك، 2007 عندك، 2023 2022. جميع انواع التويوتات الكامري بالوان مختلفه واسعار مختلفه ومشي قد ايه مختلف، كل حاجه مختلفه. تعال نخش على اول حاجه وهي مميزات انك تشتري من فيسبوك ماركت بليس او المتجر، وهو ان انت هتعرف تفاصل في حق العربيه. يعني مثلا العربيه زي اللي احنا شفناها ب $6000، وليكن مثلا انت لما هتروح هناك هتنزل سعرها 5 4 على حسب الراجل معاك عامل ازاي. ولكن انت ما تعرفش تفاصل في الاماكن بقى اللي هي الديلر شيبس الكبيره والكلام ده كله، السعر المحطوط هو السعر اللي هتشتري بيه. ولكن هنا عشان ده راجل بتاخد وتدي معاه، هدفع لك كاش، هدفع لك كذا ايا يكن، سعر الفرن هينزل، اصل فيه خربوش، اصل فيه هيل دامج، اصل الحته الفلانيه اللي قدام، تفحص العربيه عيوبها وعلى اساس ذلك بتنزل من سعرها. مثلا انا اعرف ناس قبل كده العربيه كانت معروضه ب6 و7 خدوها ب5 و4. فعادي موضوع الفصال ده كويس جدا في الفيسبوك ماركت بليس، وميزه كبيره كمان. تاني ميزه وهو ان انت عندك حرفيا كل انواع العربيات، كل العربيات اللي خلقها ربنا في البلد دي موجوده على الفيسبوك ماركت بليس. ودي ميزه، اي عربيه انت عايزها هتخش تدور هتلاقي واحد جنبك هنا عنده عربيه، تلاقي راجل في حته الفلانيه عنده العربيه دي. فانت مش مربوط مثلا بتويوتا، مش مربوط بهوندا ديلر شيب، مش مربوط ما اعرفش ايه، مربوط باي نوع عربيه تيجي على دماغك. تاني وتالت حاجه وهي عايز اقول لك عيوبها ونصايح لو انت قررت انك هتشتري من هناك، اقول لك على كذا حاجه عشان تضمن العربيه انت تاخدها بشكل ما كويسه. اقول لك اول حاجه على عيوبها، وهي ان الفيسبوك ماركت بليس مليان نصابين، مليان نصابين ومليان كامرز ومليان حراميه. ياما ناس ماتت عن طريق مثلا انا بتواصل مع واحد وليكن واتفقنا نتقابل في حته فلانيه عشان اشوف العربيه، رحت هناك طلع كمين، واحد طلع قلبني قتلني سرقني ايا يكن، وقصص كتير. اخش ودور على الفيسبوك او ادور على النت عموما، لان في ناس كتير فعلا ماتت من عن طريق ان هو بس كان عايز يشتري حاجه من على الفيسبوك ماركت بليس. فالموضوع فيه خطر زياده. النقطه الثانيه هو في نصابين كتير، نصابين كمان محترفين، العربيه قدامك زي الفل وخواصها زي الفل والدنيا زي الفل، اتقل اسبوع اسبوعين ثلاثه العربيه هتلاقيها خربت منك. في ناس ساعات مثلا لما انت بتفحص على العربيه وليكن يروح ايه فاصل مثلا مش عارف، بيعملوا حركات كده بحيث ان عيوب التشيك انجن ما تبانش الا بعد يوم يومين ثلاثه تكون انت اصلا اشتريت العربيه منه وخلاص خلع، تعرف تجيبها منه تاني، مش هتعرف تجيب منه فلوس، فخلاص انت لبست العربيه وحلني بقى على تصليحها والكلام ده كله. ففيسبوك ماركت بليس مليان حراميه. تاني عيب انا شايفه وهو ان مفيش ضمان على العربيه، يعني انت حرفيا واخد العربيه لو حصل فيها ايه انسى. طبعا هي عربيه قديمه وانت شاريها بسعر رخيص فمش عيب كبير قوي، ولكن انا بالنسبه لي لو هشتري عربيه من ديلر شيب عليها مثلا سنه
سنه ضمان او 6 شهور ضمان على مثلا القطع الاساسيه في العربيه، سواء الفتيس، الموتور، القطع اللي هي الغاليه مثلا عليها ضمان سنه سنتين، هبقى مرتاح نفسيا اكتر من ان انا اللي البس العربيه كلها. ولكن هو مش عيب كبير، لان قصاد العيب ده ممكن حد يرد عليه يقول لي انت اصلا شاري العربيه ب 4000 دولار، يعني لو سوقتها سنه سنتين خلاص انت خلصت سعرها اصلا، تكلي على الله ارميها، فاهم؟ مش عيب كبير قوي. والنقطه اللي بعدين عايز اتكلم عليها وهي موضوع النصائح. لو انت مثلا هتروح تشتري العربيه، مبدئيا ما تروحش لوحدك، لما تروح تقابل حد ما تروحش لوحدك، تاخد معاك واحد صاحبك او 2 صحابك مثلا، وواحد منهم يكون فاهم في العربيات. يعني مثلا لازم تاخد مثلا، ولكن انا كعمر هاخد مثلا صاحبي محمود، يجي هو فاهم في العربيات، هيبص هيبقى عنده ايه نظره في العربيه. لو انا مثلا حمار، انا عن نفسي بعترف انا كعمر انا حمار في العربيات، ما افهمش اي حاجه في العربيات. لو انا رايح اشتري عربيه ما اعرفش ان انا ابص عيوبها، القطها، فرشه، رشه، كل الكلام ده مش بتاعنا. فما تروحش لوحدك وروح مع حد فاهم في العربيه. تاني حاجه عايزك تعمل حاجتين وانت بتشتري العربيه. اول حاجه تجيب حاجه اسمها الكارفاكس بتاعها، هو زي تاريخ التصليحات بتاعها، موجود اونلاين، بتعرف تجيبه عن طريق الفين نمبر او رقم العربيه، بتدخله ويجيب لك معلومات العربيه كلها، تصلح فيها ايه، عملت حادثه، كل الحاجات ده، بحيث انك تعرف تاريخ العربيه دي. عارف انت لما تروح تتجوز تشوف تاريخ البنت ده وتسالها، انت بتعمل كده بالكارفاكس، بيجيب لك كل تاريخ العربيه وكل حاجاتها، بحيث ان انت تعرف دي. فاول حاجه بتجيب ده. تاني حاجه بتاخد العربيه ذات نفسها وتروح لميكانيكي انت واثق فيه، تقول له يا باشا العربيه عندك اكشف لي عيوبها كلها، وبناء على الكشف ده انت بتفاصل في السعر. انت لو مثلا قايل لك ب7، رحت كشفت لقيت السي في اكسل او المقصات خربانه، لقيت ما اعرفش الحته اللي قدام فيها حاجه، لقيت الموتور فيه عيب الفلاني، ده يقطم السعر على طول. لو ب7 تبقى ب5، لو ب5 تبقى ب3، لو ب3 تبقى ب1، ايا يكن الرقم. دي الحاجتين لازم تعملهم قبل ما تشتري اي عربيه. طبعا تصلي استخاره وتظبط عربيتك على قد ما تقدر، حاول تفاصل على الفيسبوك ماركت بليس. عايز اقول لكم ان انا اعرف ناس كتير جابت عربيات لقط من فيسبوك ماركت بليس، يعني الناس حرفيا اشترت العربيه دي ب4 و5 واستخدمتها سنتين 3 سنين وباعتها ب4 و5000 دولار، فحرفيا هو كسبان فيها واستخدمها وطلع عينيها ولسه باعها زي ما هي. في زي ما بتلاقي ناس خداعين ونصابين على فيسبوك ماركت بليس، هتلاقي ناس زي الفل، وفي ناس كمان هيبقوا لقط، انت هتقول لي ياه زي الفل تعالى. ثاني مكان تقدر تجيب منه عربيه هنا في امريكا وهو ديلر شيب ذات نفسه. يعني لكم مثلا احنا هنا موجودين دلوقتي عندي تويوتا ديلر شيب اللي ورايا ده، فمثلا انت لو عايز اصلا تجيب عربيه تويوتا تروح للديلر شيب ذات نفسه وتجيب منه العربيه. وتعالوا ناخد جوله الاول، بعد كده اقول لكم عيوبه ومميزاته ايه. عايز اقول لكم شايفين كل العربيات دي للبيع، وكل العربيات دي تويوتا زي ما انتم شايفين، يعني دي تويوتا كل ده، وكمان ارجع بقى لورا كمان كل الانواع دي معروضه للبيع. وعايز اقول لكم ان كل عربيه بيبقى مكتوب عليها سعرها، يعني وليكن مثلا عربيه زي دي، نوع العربيه اعتقد دي RAV4، تفاصيلها، مميزاتها، كل حاجه، والسعر ده الديلر اسكينج برايس 39000 وليكن 600، وده اعتقد بيقول لك مانيفاكتشر سجست ريتيل، ده السعر المرشح نوع العربيه ده على فهم، يعني شامل كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي، ولكن ده سعر العربيه للديلر اللي هو تويوتا عامله 39600. هنشوف دي مثلا، اعتقد دي تويوتا ايه اوف رود، ولكن مش عارف نوعها الصراحه، وزي ما قلت لكم انا حمار في العربيات، ولكن دي تفاصيلها اهي 52000، والسعر الحقيقي بتاعها 58900، ولكن دي عربيه محترمه دي زي ما انتم شايفين. انا ما اعرفش نوعها الصراحه عشان ما اكذبش عليكم، اهو نوعها TRD اوف رود معروف. واحده زي دي مثلا، ودي تراك تويوتا تاكوما، طبعا دي انا عارفها بقى الصراحه، جامده العربيه دي برضه الصراحه، ولكن دي غاليه قوي 62676، ودي تفاصيلها برضه. ولا ينفع افتحها؟ مقفوله للاسف. جامده. في بقى بيبقى عندهم عربيات تانية غير التويوتا، اصلا بيبقى عندهم هوندا زي ما انتم شايفين. انا نفسي ما اعرفش ازاي ده بيحصل، يعني ما اكدبش عليكم، فاللي فاهم يقول لي، ولكن هم بيبقى عندهم نوع العربيه نفسها للبيع برضو، تقدر تشتريها منهم، مش تويوتا بس، بيبقى عندهم مازدا، بيبقى عندهم هوندا، اعتقد انه كلهم نفس الديلر شيب مثلا، الله اعلم ما اعرفش، اعتقد لان هوندا كوري وتويوتا كوري، بس مازدا كوري مثلا مش عارف، ولكن عندهم برضو كل العربيات دي بكل الاسعار اللي انتم شايفينها دي. شايفين دي الكورولا الجديده، ولكن مش كاتبين سعر، مش كاتبين حاجه، ولكن ده النوع السبورت منها، الاس اي، ان الفان بتاعتي اس اي، فانا عارف ان ده يعني الفئه السبورت منها، ولكن مش كاتبين عليها سعر، مش كاتبين عليها حاجه، ولكن انا اعتقد ان دي كورولا الجديده، وانا اول عربيه جبتها في امريكا كورولا، فانا بعشق الكورولا الصراحه. تمام. اول ميزه في الموضوع انك تشتري من الديلر شيب ذات نفسه، وهو ان انت مش هتبقى شايل هم العربيه نهائي، حرفيا اي حاجه هتحصل في العربيه من اول ما تشتريها لمده على الاقل مثلا سنتين تصليح عليهم، الفتيس خرب عليهم، الموتور خرب عليهم، ما اعرفش ايه عليهم، كل حاجه عليهم، حتى تبقى مطمن انت سايق العربيه، مش شايل هم الاستريس ان العربيه لو وقفت منك في اي حاجه انت مضطر تدفع حق كذا وحق كذا وحق كذا، كل حاجه عليهم لانها عليها ضمان سنتين اقل حاجه. هي انا كعمر دي الميزه الوحيده اللي بشوفها. ممكن الناس تقول لك بقى ميزه ثانيه، العربيه بتبقى جميله، العربيه بتبقى نظيفه، العربيه بتبقى جديده، كل الكلام ده انا بالنسبه لي ده عيب، لان قصاد ده انت بتدفع فلوس كتير، ما انت اقل عربيه عندهم، وده بقى نقطه العيوب. اول حاجه ان هي عكس الفيسبوك ماركت بليس، هو ان انت مثلا هناك هتعرف تلاقي عربيه بسعر حنين تبدا بيه حياتك، هناك لا، هناك تشوف تقول لك حاجه اقل
اقل عربيه 15 16 الف دولار، سعرها كاش فور انك تدفع، بس مش تجيبها بيمنتس، مش تجيبها قسط، كاش 15 16 الف دولار كبدايه حياتك. مش هيبقى معاك اصلا مبلغ انك تشتري العربيه دي. ده بقى عيب مقارنه بفيسبوك ماركت بليس. تاني عيب وده عن تجربه شخصيه انا بقى، انت عارفين بتبقى داخل حاسس الراجل السيلز، بيبقى في راجل جوه سيلز مان اللي هو سموه السمساره، او الراجل اللي بيبيع هناك، الراجل ده عايز يبيع لك العربيه باعلى سعر. تقعد انت بقى يجيب لك العربيه ب 16 يجيب لك ب 25000، يقعد بقى ينزل معاك 24 23، تحس من طريقه كلامه هو بيبقى بقى متخصص، فطريقه كلامه بقى بيدحلبك في الكلام وبيكلمك نايس ويجيب لك مميزات العربيه وياخدك جوله جوه العربيه ويعمل ايه، وده كل ده عشان يبيع لك سعر العربيه. وبيفضل انه ما يبيعلكش كاش، يعني عايزك تاخدها قسط، هو عايزك تشتريها قسط، فيقعد الراجل قلب من دماغه راسه انه بياخد نسبه من المبيعات يبيعها لك باعلى سعر. طبعا الكلام ده يشتغل مثلا مع الناس اللي هو يعني معاه الفلوس اوريدي مش فارقه معاه، انما الواحد مننا بيبقى داخل مكحرت عايز يوفر ال 100 دولار، فبحسها عيب ان انا كل شويه اخش بقى ويقعد يقرفني، والراجل ده يقعد وده عن تجربه شخصيه. انا اشتريت مره من تويوتا ديلر شيب العربيه اللي قبل دي، والحمد لله خلصت منها، ان انا بعد كده مش هشتري من ديلر شيب تويوتا ذات نفسه، لان انا ارتحت وكل حاجه والكلام، ولكن الفلوس اللي كانت عليا والزيادات، يعني انا بالذات انا ما كنت قرفان ان اللي معايا العربيه دي الصراحه. فدي تاني عيب. وتالت عيب ان انت هتدفع فوائد، يعني فوائد بالعبيط كمان، بالذات اول عربيه دي. يعني انت بتروح لدول بقى انت ما بتدفعش كاش، تاخد قسط، لان ما حدش هيبقى معاه 20 30 الف لو عايز تجيب عربيه نظيفه، فمش هيبقى معاك فلوسها، فتروح تجيبها قسط. فعلى حسب الكريدت سكور بتاعك بالذات لاول عربيه هيجي لك مثلا 17% 15% مثلا انترست ريت اللي هو الفوائد، فتلاقي نفسك انك مثلا عربيه ام 20 بتدفع عليها 30 مثلا، وليكن هو العربيه ام 20 بتدفع عليها مثلا 25 26 23 ايا يكن، والفلوس بتزيد، بتلاقي نفسك شلت شيله مش بتاعتك اصلا. الموضوع ده حلو انك انت قسط العربيه ب 400 في الشهر 500 في الشهر ايا يكن، فتمام انت موافق، ولكن انت افتكر ان كل الفلوس دي عليك، انت هتقعد تدفع عليها كل السنين دي. ولكن في ميزه صغيره عندهم برضو، هي ان انا كنت بقول لكم العربيه مضمونه، كمان عندهم حاجه اسمها جاب انشورنس، عندهم حاجات كده بحيث ان انت ايه العربيه اتخبطت مثلا وغلطه الشخص اللي عليك، الشركه بتاعت التامين بتاعت الراجل اللي خبطك مثلا يدفع حق العربيه، والباقي بيبقى عليهم. اي حاجه الكترونيه في العربيه مثلا الراديو والحاجات دي التصليح عليهم، فدي مميزات انا كنت بحبها الصراحه. هو مليانه عيوبها اكتر من مميزاتها. انا ما رشحش حد يجيب ديلر شيب بالذات لو دي بدايه حياتك اصلا. لو انت بدايه حياتك هنا ابعد عن المكان ده طبعا، مليان 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 فلوس، وهيبقى عليك فلوس بالعبيط، وهتخش زيك بقى زي معظم الامريكان انك يبقى عليك فلوس وحياتك كلها بالقسط. المكان الثالث هو برضه ديلر شيب، ولكن مش تابع لشركه معينه، يعني ديلر شيب لحاله كده بيبيع عربيات. تعال ننزل ونشوف ايه الكلام تحت. وبص صراحه ربنا انا بحب الديلر ده اكتر من انك تجيب من ديلر شيب بتاع نوع العربيه المخصوص، لان ليا تجربه معاهم. بس تعالوا الاول ايه ناخد لفه مع العربيه كده ونشوف ايه الدنيا. زي ما انتم شايفين كل ده عربيات للبيع، كل ده، وعندهم جميع انواع العربيات والقديم والجديد، يعني كل حاجه. مثلا دي فولكس فاجن 2017، مش عارف مش كاتبين اسعار ليه، ولكن بيبقى عندهم كل الانواع. يعني دي مثلا كيا، اعتقد ده البوكس اللي فيه المفتاح. عايز تعرف اكتر، هو الديلر شيب اسمه كارماكس، موجود اونلاين، تخش بقى وتختار العربيه اللي انت عايزها ويقول لك موجوده فين بالظبط، سعرها قسط كام، هل انت هتقدر تجيبها ولا لا. بص هو المفروض هنا فيكل برايس ات، مش كاتبين السعر، لكن هم بس كاتبين نوع العربيه. يعني دي 2022 شيفروليه. كل العربيات بقى اي براند يجي في دماغك ان شاء الله، حتى لو ايه موجود هنا، حتى لو عايز عربيه كورفيت هتلاقي عندهم. عربيات السبورت كلها زي ما انتم شايفين هناك اهي، بورش والكورفيت والدوج كل حاجه عندهم. شايفين دي مكتوب سعرها دي ب 71998، دي 2019 شيفروليه كورفيت، عربيه جامده. بس 77000 يلا بلاش عادي يعني زي ما انتم شايفين. وكل الصف ده اعتقد سبورت بقى، كل ده عربيات اللي هي الرياضيه وهي الغاليه. اللي بحبه في كارماكس بقى وهو ان هم بيجيبوا من الاخر. مبدئيا هم عندهم كل حاجه اونلاين، كل الاسعار اونلاين مكتوبه، كل حاجه تمام، مفيش اي حاجه، بيجيبوا من الاخر. انت بتخش تقعد مع الراجل يقول لك حق العربيه كذا، الكريدت بتاعك السكور بتاعك جاب ان انت عليك انترست ريت او فايد كذا، العربيه التوتال بتاعها كذا، تدفع في الشهر كذا، عايز مش عايز السلام عليكم. فبحس ان هم بيجيبوا من الاخر، مش زي بتوع بقى الديلر شيبس الثانيه اللي بيقعد يقاوح معاك ويودي ويجيب لك ورق ويخش بيه والكلام ده كله. ولكن عيوبه نفس عيوب الديلر شيب، العربيات غاليه، هتخش في موضوع الفوائد، ونفس الديلر شيب بالظبط، ولكن هم متقسمين انواع. اخر نوع من الديلر شيبس واللي هو زيهم كده، ولكن مثلا يبقى ايه اميجو ديلر شيب، عمر ديلر شيب، ديلر شيبس صغيره عندهم عربيات محدوده، ومعظمهم اصلا بيبقوا جايبين عربيات من الاوكشن او المزاد اللي هو بايه، العربيه بتاعتي مثلا كانت اتخبطت خبطه فانا خلاص عايز ابيعها، فاديتها لحد واديها للاوكشن، فالاوكشن بيبيعها عن طريق ان العربيه تبقى مخبوطه معيوبه، الديلر شيبس دول بياخدوها يصلحوها ويظبطوها ويبيعوها. الموضوع ده مربح هنا ماديا، ولكن انا ما برشحش انك تشتري منهم الا لو انت عارف صاحب الديلر شيب، عارفه، فهيروح هو يجيب لك، هتقول له نوع العربيه يروح يجيبها لك من الاوكشن ويوريها لك ويصلحها لك ويديها لك.
العربيه بتبقى رخيصه جدا. فلو انت تعرف حد ممتاز، يعني ده هتبقى ميزه كبيره قوي لو انت تعرف ديلر شيب محترم وواثق فيه وبيراعي ربنا، عن طريق ان انت هتقول له نوع العربيه هيجيبها لك ويوريك عيوبها، يقول لك 1 2 3 4 وده تكلفه تصليحها، هنصلحها عند الشخص الفلاني وانا اللي هصلحها لك او ايا يكن، وتاخد العربيه وهتبقى وفرت فيها فلوس كتير قوي 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 قوي. ولكن انا ابقى كعمر ارشح لو انت جديد وعايز تجيب عربيه، عندك الفيسبوك ماركت بليس يا حد تعرفه شخصيا زي ما قلت لك، لكن ابعد عن الديلر شيبس في الاول خالص لحد ما تقف على رجلك وتشتري عربيه نظيفه. انا بالنسبه لي لو جاي جديد بعد كده، يا ديلر شيب محترم انا عارفه وعارف ان هو بيجيب العربيه الفلانيه وواثق فيه، يا اما فيسبوك ماركت بليس. واتأنى في فيسبوك ماركت بليس شويه، وانا بجيب العربيه اتاكد زي ما قلت لكم ان اجيب الكارفاكس بتاعها، اروح اكشف على ميكانيكي، اخد التايتل، اوثقها، كل حاجه بحيث ان كله تمام، بحيث ان ما حدش يضحك عليا. عملت فيديوهات ثانيه كتير عن موضوع العربيات، منها ان العربيه انا جبتها في امريكا، وهسيب لكم في اخر الفيديو احسن 5 انواع عربيات تجيبهم اول ما تيجي هنا امريكا. ده برده فيديو مهم جدا كنت عملته. وبس انا بالنسبه لي بحس فيديوهات العربيات دي ان انا حمار، على قد ما بقدر بحاول ادي المعلومه اللي انا اعرفها، ولكن بحس ان انا في الفيديو بهرتل وما بتكلمش كويس، لان انا حرفيا في العربيات دي ما ببقاش فاهم حاجه اقسم بالله. ولكن كل المعلومات اللي عندي بحاول اديها لكم الفيديو، وانتوا بقى تعاملوا بقى على اساس هتعرفوا تبنوا حاجه كويسه تجيبوا من خلالها العربيه اللي انتوا عايزينها. بس ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو مش مشترك، اعمل لايك على الفيسبوك وخش اعمل فولو للصفحه من جوه. اكتبوا لنا اي فكره فيديو جديده تيجي في دماغكم، يعني اي فكره فيديو اكتبها تحت، قول لي رايك في الفيديو، قول لك اي تعليق، قول اي معلومه عندك في الكومنتات هتفيد الشخص اللي دخل بحث عن العربيه في امريكا وليكن، واتفرج على الفيديو بتاعي ودخل قرأ في الكومنتات، هيلاقي الكومنت بتاعك. انا هاخد الثواب وانت هتاخد الثواب، ان هو هيستفيد عن طريق المعلومات الصغيره اللي بتفرق وانت بتشتري العربيه دي. فلو انت فاهم يا ريت تعمل لنا كومنت، وبامر الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم. لما نقول الجاكيت البامب الكل نقول اسطوريا.